عمرك حسيت بالذنب؟ لمجرد إنك قررت تفصل شوية؟ يعني مثلا لعبت جيم في لعبة أنت بتحبها، أو خرجت مع أصحابك شوية تغير جو وتفصل، أو حتى قررت تنام بدري ولما تصحى تكمل. بعدها سمعت صوت جواك بدأ يقولك أنت كده مش هتنجح وبتضيع وقت، الناس شغالة وأنت عاوز تريح. قوم اشتغل، الوقت بيضيع. لو حسيت الإحساس ده، فأنا عايز أقولك معلومة هتغير تفكيرك تماما عن الراحة. بص صديقي، الراحة مش تضييع وقت، الراحة إنتاج. خليني أحكي لك عن عمر، شخص مجتهد جدا، كان دايما بيحب ينجح ويثبت نفسه وبيعمل المطلوب منه بتركيز وإتقان كل يوم. بيشتغل على نفسه ويطورها، كل يوم بيتعلم حاجة جديدة وبيسعى. حتى في وقت الأجازة اللي المفروض يرتاح فيها، كان هو بيشتغل زيادة علشان يحس إنه بيعمل حاجة. بس بعد فترة بدأ يحس بتعب مش طبيعي، فقد الحماس والشغف، تركيزه قل، وبدأ يشك في نفسه. علاقاته الاجتماعية كمان اتأثرت، لأنه حاسس إنهم بيضيعوا وقته، وأبسط الأمور اللي كان بيعملها بدون مجهود بدأ يحس إنها صعبة جدا. عارف ليه؟ لأنه كان فاكر إن علشان يكون ناجح لازم يكون شغال طول الوقت، وإن الراحة معناها تضييع وقت وفشل. لكن الحقيقة إن الجسم والعقل محتاجين يرتاحوا علشان يقدروا يكملوا. خليني أوضح لك الفكرة أكتر. الناس اللي زي عمر وغيرهم بيعانوا من حاجة اسمها الذنب الإنتاجي، وده سببه السوشيال ميديا اللي دايما بتعرض لك الشخصيات الناجحة إنها دايما مشغولة وما عندهمش وقت للراحة. كمان الأفكار الغلط اللي اتزرعت جواهم عن مفهوم الراحة إنها تضييع للوقت، وضغط المجتمع اللي بيربط بين قيمتك وكمية شغلك، ده خلاهم يحسوا إن ده طريق النجاح، وعلشان يحقق حاجة في حياته لازم يعمل كده. بس الحقيقة إنك مش آلة، كمان حتى الآلات بتحتاج وقت للصيانة علشان ترجع تشتغل بكفاءة تاني. والحقيقي إنك لو فضلت شغال طول الوقت من غير ما تفصل أو ترتاح هتنهار، وده مش هيساعدك توصل لحلمك أبدا، بالعكس. هيبعدك عنه. طيب، لو عندك الإحساس ده، إزاي تتخلص منه؟ الخطوة الأولى، لازم تغير تعريفك للنجاح. النجاح مش معناه شغل 24 ساعة. النجاح الحقيقي هو إنك تشتغل بذكاء، وتعرف إمتى تفصل علشان ترجع بكفاءة أعلى، وتعرف إن كسل ده هروب من المسؤولية اللي عليك، أو بتحاول تخدر إحساس معين أنت بتحس بيه. أما الراحة دي صيانة لعقلك وجسمك، ولازم تكون فاهم إن النسبة والتناسب بين المكونات بتطلع أفضل نتيجة. يعني ما نريحش طول الوقت وكمان ما نشتغلش طول الوقت، الشيء اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده. الخطوة التانية، خطط للراحة زي ما بتخطط للشغل. لو عامل لنفسك جدول مهام وأهداف، لازم تضيف فيه أوقات الراحة. يعني مثلا تقرر إن كل ساعتين شغل هاخد 15 دقيقة راحة، هنزل أتمشى ساعة كل يوم، أو حتى تقضي الوقت ده مع أهلك أو صحابك، أو حتى تخرج تشرب قهوتك برا البيت. صدقني هيفرق معاك جدا نفسيا. الخطوة التالتة، راقب صوتك الداخلي لما تحس بالذنب إنك بتفصل. اسأل نفسك، هو أنا فعلا بكسل؟ ولا أنا محتاج أتنفس علشان أقدر أكمل؟ وصدقني الراحة مش بتأخرك، دي اللي بتخليك تكمل. الخطوة الرابعة، خليك رحيم بنفسك. لازم تكون متأكد إن مفيش حد دايما بيشتغل طول الوقت. حتى أنجح الناس كل واحد بيقع، بيتعب، بيزهق. إحنا في النهاية بشر مش آلات. بس الفرق إن الناجحين بيفصلوا علشان يرجعوا أقوى، مش بيحسسوا نفسهم بالذنب علشان عملوا حاجة بيحبوها أو عاشوا لحظات حلوة. في النهاية خد بالك من نفسك، أحلامك محتاجة نسخة قوية منك، مش نسخة منهارة. خد راحة، افصل، اتنفس، وبعدها ارجع كمل وانت أفضل. وما تنساش، الاستمرارية مش معناها شغل بلا توقف. الاستمرارية معناها إنك تعرف إمتى تشتغل وإمتى ترتاح علشان تعرف تكمل. ابدأ من دلوقتي، خد أول راحة ليك بدون ألم نفسي. لو لسه معايا للدقيقة دي من الفيديو، أحب أشكرك جدا على وقتك الغالي، وما تنساش لايك وتشترك في القناة علشان تشوف الجديد. سلام.